وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض وفك ضيقة كل متضايق وفك كرب كل مكروه. هتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا عندي الأول كلام مع متابعيني المحترمين ومع الناس المحترمة، وبعدين هعقب على الفيديو اللي عملته زاهية داوود في المقابر، وهتكلم برضو عن الفيديو اللي انا عملته عن مشكلة رانيا واللي عاملاه مع طليقها. اولا يا حبايبي، كلنا عندنا اخطاء وكلنا بنغلط، محدش قال حاجة، بس انا بكلم الناس المحترمة، المتابعين المحترمين اللي عودونا احنا كقنوات نقد، بيحبونا وبيتابعونا، ان احنا لو اخطأنا بيقولوا لنا انتوا اخطأنا. وقبل كده لما انا عملت فيديو عن زاهية وانتم في حاجة وانتوا غلطتوني فيها، انا قبلت نصيحتكم وما اتكلمتش في الكلام ده، ومسحت الفيديو بناء عن ارائكم انتم، واعتذرت لكم لانكم انتم اللي تهموني في المقام الاول والاخير، انتم اللي تهموني. انا يا حبايبي كل كلمة انا قلتها يعلم ربنا صح، واللي عايز يعرف الحقيقة مظبوط انا رقمي على لمح، لو عاوزيني ابعت لكم بعد استئذان صاحب السكرينات الحاجات اللي عندي ابعتها لكم، ده للمتابعين المحترمين اللي بحبهم على المستوى الشخصي. صدقوني يعني فاقد الشيء لا يعطي. انا فضلت ساكته كتير واتفاجئت. انتوا طبعا عارفين ان انا في الفتره الاخيره ديت ما بنزلش اساسا فيديوهات قد كده، يعني بقى ممكن اقعد باليومين وبالثلاثه ما ادخلش، ما اعملش فيديوهات، فما بكونش متابعه المواضيع قوي. فدخلت بسمع فيديوهات وحاجات اخيره رانيا عاملاها، لقيتها بتنبط بالكلام على الناس دول، وجايبه برضو سيره الالم، بس على اساس ان واحده لو مضغوطه لو مش عارفه ايه وبتحكي. يا حبايبي موضوع الالم ده حصل فيه طلاق وقعدت ما يقرب من سنة، وبعدين اتدخلوا الناس المحترمين بينهم وبين بعض ورجعت علشان أولادها. فمواضيع رانيا كتير للأسف الشديد، مواضيع رانيا كتير. لو انت مش عايزة حد يتكلم في حياتك الشخصية، يبقى بلاش تطلعي تتفلسفي وتتكلمي في العيب واللي مش عيب والحلال والحرام، وانتي بتظلمي ناس. اولا يا جماعه الخير، في متابعه محترمه وانا بحبها على المستوى الشخصي اتكلمت في الموضوع ده، وانا يمكن بعمل الفيديو ده رد ليها، بس حبيبتي الغاليه ام اماني، وبقول لك يا ام اماني انا بحبك على المستوى الشخصي، مش حكايه مشاهده او مش مشاهده، وانا مش ميت على المشاهدات زي ما في متابعين قالوا على رد فيديو السنيده لما عجبها الفيديو بتاعي، مفكره انني ايه يعني هبقى بقى عدوتهم الاولى والاخيره وابقى مثلا معاهم او كده. لا يا جماعه، انا مش في معسكر لا مع ده ولا مع ده، انا مع الخير ومع الحاجه الكويسه، مع الخير ومع الحاجه الكويسه. وهقول لك يا ام اماني علشان تعرفي الناس دول محترمين ولا مش محترمين، اللي هم اهل طليق رانيا. الست ام تامر ديت كلكم عارفين ان هي عندها قناه. لو ست قليله الادب، وعفوا في اللفظ ده يا ام تامر، لو ست قليله الادب او كده ولا كده كانت طلعت اتكلمت في قناتها، كانت طلعت اتكلمت في قناه بنتها ولاء. بس الست باقيه على احفادها، باقيه على صله الرحم اللي بينها وبينهم، اللي هي ما بقتش عليهم. يا جماعه انتوا كلكم كمتابعيني فيكم امهات كتير من سني، وفيها اكبر مني وفيها اصغر مني، وعندكم اولاد. هل تتمنوا في يوم من الايام انكم ك ك كستات ان انتوا تتحرموا من احفادكم لمجرد ان حصل خلاف بين الزوج والزوجه واتطلقوا؟
وكل واحد راح لحاله. يا جماعة احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الطلاق ده ممكن يكون بداية، ممكن يكون بداية مش نهاية. فليه نحمل الموضوع اكبر من حجمه؟ الحجم الحقيقي لازما الموضوع، اي موضوع ياخده. فانت بدل يا رانيا ما تنبطي بكلام على اهل جوزك، حتى لو ولادك في حساسية او حزازية بينهم وبين ابوهم، تحننوهم على بعض، علشان هم في الاول وفي الاخر ما لهمش الا ابوهم. الولد لما يجي يتجوز مين هيعمل له؟ ابوه. البنت لما تيجي تتجوز وحد يجي يطلبها، هيطلبها منك وابوها عايش؟ يا رانيا، ومحدش يقول لي كلميها وانصحيها بينك وبينها. رانيا اتصلت عليا مره وانا في بث مباشر من فتره، وكانت عايزه تكلمني، ورنت اكتر من مره وانا في البث وفصلت عنها. ومعرفش متابعين المحترمين فاكرين ولا لا، انا قلت لهم ان هي بترن، وقلت هكلمك بعد البث يا رانيا، ورنيت عليها اكتر من مره وهي ما ردتش. وانا عارفه كل الابعاد، قسما بالله العظيم انا عارفه كل الابعاد، مش من اهل زوجها بس، ومنها هي شخصيا. صحيح مفيش، انا معاكم، مفيش انسان بيغلط نفسه، بس انا عرفت بطرق الخاصه وبخبرتي، لان انا ست مش صغيره. لما تسمعي الكلام من الطرف ده وتسمعي الكلام من الطرف ده، بتعرفي وتتيقني مظبوط مين اللي غلطان. وبعدين هي لو مش عايزه مشاكلها الشخصيه تبان على القناه، ما تنبطش حتى بالكلام وتخليها في محتواها فقط. يا جماعه، لا رانيا عدوتي ولا انا بكرهها ولا بكره اي حد، احنا بنقول راينا، وراينا مش ملزم لاي حد، لا من متابعينا ولا من متابعين اي قناه. نيجي بقى يا حبايبي للفيديو الجميل اللي كل طاقة إيجابية، اللي عملته الشطورة مع والدتها وهي بتعمل الكفتة الناشفة وبتعمل المكرونة. صحيح التصوير كان يشوبه، يعني ما كانش كويس، والإضاءة فيه ما كانتش كويسة، زي طبعا ما طارق بيبقى مظبط الأمور، بس أي حاجة من حلمية الناس بتحبها. يا جماعة لو ترجعوا فلاش باك كده لورا، حلمية حتى في عز مشاكلها كانت بتدينا الطاقة الإيجابية. حلمية في عز همومها كانت بتفرحنا، كانت بتضحكنا، كانت بتبتسم لنا، بتدينا البسمة بكلامها بتحركاتها. عمرها ما صدرت لنا الطاقة السلبية. حلمية عمرها ما صدرت لنا الطاقة السلبية. فانت يا زاهية بمرواحك للمقابر، اي المقابر عظة، وممكن الانسان فينا يكون بيرتاح لما يزور حبيب ولا عزيز وغالي عليه، بس ما ناخدهاش متاجرة ونصور ونعمل فيديو. ما ناخدهاش متاجرة ونعمل فيديو على اساس نستعطف الناس او يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. ولما انت حاسه ان كل الناس سايبينك، وانك انت مالكيش حد، وانك انت تعبانه، وانك ورايحه تزوري قبر ابوكي وقبر سلفك اللي انت قلتي ان انت بتعتبريه ابوكي. طيب لو اللي عايز يحل وما يبقاش فيه عنده مشاكل، يتقبل الامر الواقع. تقبلي ان اخواتك كلهم لهم قنوات، تقبلي ان اخواتك له مش هياخدوا رزقك، تقبلي ان كل انسان وليه رزقه، تقبلي كل الحاجات دي. تقبلي نصيحة متابع او صاحب قناة بينقدك. انت ما بتتقبليش، انت اللي بتعقدي مشاكلك وبتعقدي حياتك بايدك. انت اللي بتعقدي مشاكلك وبتعقدي حياتك بايدك. بالدليل ان لما رانيا، وانا مغلطاها في كده، لما رانيا في البث الاخير ردت على متابعه لما قالت لها انت بتدعمي القنوات اللي بتسب في اختك، قالت لها وهي كمان بتدعم القنوات اللي بتسب عرضي. كان ممكن قوي يا رانيا تغفلت عن الرد عن التعليق ده، وهي ما سكتتش. تاني يوم عملت فيديو
وكتبت عنوان فيما معناه ان بلاش التظاهر، وانت بتكذب في حياتك واللي مش عارفه ايه. المهم يعني ان انت عايش حياه مش حياتك، وانت مش صادق وانت كذاب وكده. فيما معناه ده مش نص العنوان، بس ده معناه يعني انها بتكذبها. وده معناه ان هي كانت بترد على رد اختها في البث. طب ما انتوا يا جماعه اللي بتجيبوا المشاكل لنفسكم، وانتوا اللي بتسيئوا لنفسكم، وانتوا اللي بتسوقوا لبعض، وفي الاخر تجيبوها فوق راس قنوات النقد وتقولوا قنوات النقص، وفوق راس بعض المتابعين المحترمين. لو كنت يا زاهية سمعت كلام جميلة من الأول اللي ريقها نشف عليكي في نصحها ليكي وما بقاتيش تردي، ما كانش ده بقى حالك. وفي مقولة بتقول لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. يعني لو انتي كنت تعرفي كل اللي حصل لك الايام اللي فاتت دي والايام دي، ما كنتش اخطأتي لا في حق حلمية ولا في حق بنته ولا في حق اخواتك ولا في حق اي حد. فكل انسان فينا الخير الحلو بيعمله لنفسه، والوحش برضو بيعمله لنفسه. فالغرض من الفيديو ده يا حبايبي، المتابعين المحترمين يفهموا وجهة نظري صح. انتوا ناس مثقفين وناس محترمين، وانت يا زاهية اللي بتقول الناس كلها ضدك وكلها حواليك، افهمي الكلمتين اللي انا قلتهم في الفيديو ده. المفروض ان كل انسان فينا يحاسب نفسه على اللي بيعمله، يحاسب نفسه على اللي بيعمله كل ليلة قبل ما يحط دماغه على المخدة. يحاسب نفسه عمل ايه صح وعمل ايه غلط، والغلط عمله ليه، وبعد كده ما يعملوش. لكن انت ثبتينا كقنوات نقد، ثبيت متابعين كتير وعلى رأسهم جميلة ونورة، عملت كتير، وفي الاخر يا عيني يا عيني يا ليلي انت مظلومة ومسكينة. مشكلتك ان انت ما بتعترفيش بغلطك، وطول ما انت ما بتعترفيش بغلطك وبتتعلمي منه مش هتتعلمي اي حاجة، وهتفضلي في اللي انت فيه. صدقيني هتفضلي في اللي انت فيه. يعني هي حلمية صحيح كبيرة عنك، ومش غلط ان انت تتعلمي منها. حلمية مهما كان اي حد مسيء ليه بترجع وبتبتدي من اول السطر تاني، بدليل انت اسأت لها كتير وحصل لها مشاكل كتير وحصل لبنتها مشاكل كتير بسببك، ومع ذلك رجعت وابتدت معاكي من اول وجديد. ففيها ايه لما تصطلحوا بينكم وبين بعض وتبتدوا مع بعض صفحة جديدة وتتلموا مع بعض، وما تطلعوش اخطائكم وما تعلقوش اخطائكم على شماعات غيركم. ما تعلقوش اخطائكم على شماعات غيركم. رد رانيا في البث على المتابعة ما كانتش المفروض ترد عليه، وانت كمان تعليقك العنوان الفيديو اللي بعد بس رانيا اللي انت كتبتيه تلقيح عليها ما كانش المفروض يكون. فانتم بصراحة الله يكون في عون والدتكم، كل واحد في وادي. والام يعني الام حقيقي هي اللي بتشتغل كل تبعات اللي بيحصل ده وكل تبعات المشاكل دي. بس انا بحس بصدق في كلام حلمية، وحتى بحس الايام ديت بصدق كبير جدا في تعامل ام مصطفى مع حلمية. واللي معايا في التعليق ده يقول لي بحس ان كمية صدق ومشاعر صادقة كبيرة جدا وكتيرة جدا من ام مصطفى تجاه حلمية وطارق. وربنا يديم الصدق ده بينك وبين ولادك كلهم، مش بس حلمية. المسلم فينا لازم يحب لاخوه المسلم الخير، وده رأيي يا جماعة ويا متابعين يا محترمين. صدقوني طليق رانيا
مظلوم، حقيقي مظلوم. وممكن يكون برضو عنده اخطاء، خلوه مش مظلوم. ليه يتحرم من ولاده؟ انتوا امهات وستات، وممكن في بيكون حد جدات زي كده. انا صحيح احفاد صغيرين، بس ممكن يكون عندكم احفاد برضو، وممكن تكونوا عايشين في نفس المشكله. فيا ريت اللي ما ترضاهوش على نفسكم ما ترضاهوش على تامر اللي هي جدة نور وعبد الله، اللي ما بتبطلش بكى انها مش عارفه تشوف احفادها، واما بتيجي تكلمهم ما بيكلموهاش. شوفوا يا جماعه الفيديوهات اللي كانت عاملاها معاهم زمان في قناتهم وهي بتاكلهم وهم كويسين مع بعض. شوفوا صدقوني في اخطاء لا تعد ولا تحصى. ويا رانية يا رانية نسيلك تبقي حامي، خافي من اللحظة ديت، خافي من اللحظة ديت، وربنا يصلح حالك وحال بناتنا وأولادنا وحال كل المسلمين. واللي وصل معايا في الفيديو لغاية كده يا ريت ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل إشعاراتي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.